السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ طمنونا عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، الست. وزي عنوان الفيديو ما بيقول، الست مش نص المجتمع، الست نص المجتمع. الست من بداية من هي طفلة صغيرة، طفلة جميلة بتحلم بدنيا وشايفة كل حاجة جميلة. دي البنات عامة يعني، البنوتة وهي صغيرة تبقى كل حاجة جميلة في حياتها، لغاية لما بتخش المدرسة بدلعها بجمالها، وتخلص دراستها وتخش على الجامعة وتشوف حاجات هي طول عمرها بتحلم بيها، وبالعكس بتحلم أكتر وأكتر. تحلم بحياة جميلة وبتحلم بدنيا لذيذة. كل حاجة بتبقى حلوة في حياتها لغاية ما بتلاقي الشاب اللي بتحبه وبتكمل معاه مشوارها، وإن أراد ربنا سبحانه وتعالى بيتجوزوا. من هنا بقى بتبدأ الست بجد، بتبدأ الست بجد في جزئية إن هي يعني إيه المجتمع كله بقى، مش نص المجتمع. تبتدي من زوجة بقى بتحافظ على بيتها، وزوجة مخلي بالها من نفسها ومطلوب منها إن هي تهتم بواحد اللي هو الراجل، وبعد كده تيجي الأولاد، وبعد كده بقى تسعى ان هي تخلي المنظومة ديت اجمل منظومة واقوى منظومة حصلت، اللي هي منظومة بيتها، جوزها واولادها. وبتهتم بشغل جوزها مثلا، تكبره، تقف جنبه في اولاد ولا حاجة، بتهتم بتربية. وبتتعب، بتتعب بجد. الست بتتعب بجد في كل حاجة. الست بتتعب علشان خاطر ترضي جوزها وتظبط دنيته. الست بتتعب عشان خاطر تربي أولادها تربية جيدة وتعليم كويس ودنيا جميلة. الست بتتعب في حتة إن هي تربي شباب أو بنات. وطبعا كلنا عارفين يعني قوة التربية بتبقى عاملة ازاي، خاصة مع الولاد والبنات وهم صغيرين. دلع وقمصان وحاجات غريبة كده بتحصل من العيال وهي صغيرة. أنا عايز أقول لكم، وكلنا عارفين الكلام ده، إن الرجالة نفسها ما بتستحملش تقعد مع العيال يوم، هقول لك ولا نص يوم. الست بتفضل طول النهار تناهد وتهاتي تهاتي مع العيال، وحرام عليك وسويت وزعيق جايب لآخر الشارع، والناس تتفرج علينا. الكلام ده كله عندها القدرة سبحان الله إن هي تتحمله، زائد بقى شغل البيت والترويق والحكاية والأكل، اتعمل ما اتعملش، مش عارفة في ايه، الولد ماله، البت سخنة، الحاجات دي كلها، كل دوت الست بتقف معاه، بتقف وبتصمد. المهم ان هي فعلا فعلا مش شايلة جزئية صغيرة. على فكرة الست شايلة الجزئية كلها. انا مش قصدي الراجل مش شايل حاجة، لا. في فيديو الراجل طلع عين اهله في حياته، اذا كان اصلا في الشغل ولا في الطريق ولا في البيت. واقول لكم على حاجة، يعني انا حتى هصور لكم جزء، ان كلنا عارفين الجزء اللي انا هصوره دوت. الجزء بيحكي عن واحنا بنجري ورا الميكروباصات وبنجري ورا الاتوبيسات عشان نلحق، وكذلك الامر مع الستات برضه. بس احنا بنتكلم على الست بالطبيعي بتاعها، باللي يحصل يومي، اللي هو بيحصل في حتة ان بتشقى وبتتعب. يعني احنا لحد دلوقتي بنتكلم على جوه البيت، على التربية وطلبات البيت. ما اتكلمناش على ان هي طلعت تشتغل وطلعت تجري ورا العربيات الصبح الساعة 6، وتيجي بسرعة تعمل أكل لعيالها، واللي جعان، واللي كل شوية تتصل الواد عامل ايه والبت عملت ايه، الأكل ظروفه ايه، جوزها يتصل بيها انت فين، اتأخرتي قصة كبيرة. ناس بتتعب، ناس بتتعب. والستات فعلا شايلة حاجات كتير جدا، شايلة أكتر من وزنها. يعني أنا بحكم شغلي أنا عارف ستات بيشتغلوا في المقاولات معانا، اللي بتشتغل تمحر واللي بتعمل نقاشة
يعني تخيلوا ان الست تقدر تعمل حاجات كتير. ده الموضوع نفسه قوي جدا، ان الست نفسها تقدر تعمل حاجات كتير. شغلها لوحده ده كفاية، ان هي تقوم الصبح الساعة 6 تجري وتروح شغلها وتخلص شغلها وتطلع من شغلها على السوق، تجيب طلبات البيت وتروح تعمل الأكل والعيال ودنيا، وجوزها يجي وتعشوا ويعملوا ويسووا والحاجات دي كلها. وغير ده كله لازم تبقى ست جميلة برضو في البيت، وست عشان تبقى أحسن ست في الدنيا بالنسبة لجوزها، وأحلى ست في الدنيا بالنسبة لجوزها. الموضوع يا جماعة مش قليل، الموضوع كبير جدا. فأنا يعني من هنا، من خلال الفيديو دوت، أنا بقول لكل ست، كل ست مش اللي بتشتغل بس، ولا مش اللي بتشتغل بس، لا، كل ست، حتى اللي قاعدة في البيت، حتى اللي بتروق وتكنس، الله يكون في عونك. بجد الله يكون في عونك. وحقيقي انت كل المجتمع مش نص المجتمع، انت حاجة كبيرة جدا. وانا يعني من خلال التعليقات بتاعتكم اتمنى ان الناس تديها حقها. واخر كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.